كل واحد فينا جواه انعكاس لطفولته، حاجة كده زي صندوق الذكريات بنسميه الطفل الداخلي، وده موجود جوانا كلنا بدون استثناء. كل لحظة مرينا بيها بتتسجل جوانا سواء وعينا عليها أو لأ. المكان اللي بتحصل فيه التسجيلات دي اسمه العقل الباطن، بيخزن المشاعر، الانطباعات، ردود الفعل، خصوصا التجارب اللي أثرت علينا بعمق. المشكلة بقى إن العقل الواعي بيحاول يحمينا من كل ده، بيغطي على الألم علشان نقدر نكمل، فبيخلينا ننسى أو نحجب حاجات معينة. ساعات بيحول الذكريات المؤلمة دي لملخصات، ما بتبقاش فاكر تفاصيل كتير عن الموقف اللي حصل، لحد ما يحصل موقف، عطر معين، صوت، مشهد يفكرنا بيها فجأة. أوقات بنكمل حياتنا واحنا مش فاكرين أبدا الحاجات اللي أثرت علينا، لكن الحقيقة إن الألم مرحش، هو اتخزن، سكت، وده اللي بيعمل بعد كده تراكمات. لما الألم يتراكم من غير ما ناخد بالنا بيبدأ يظهر في شكل خوف من الفشل، خوف من الناس تضحك علينا، خوف من الرفض، خوف من الظهور، من الحكم، إصدار الأحكام، حد يصدر حكم علينا. ساعتها ممكن نلاقي نفسنا بنحكم على غيرنا، بنصدر أحكام على غيرنا علشان نغطي على الوجع اللي جوانا. الحل إننا نرجع نفتح الصندوق ده تاني، نسمح لنفسنا نفتكر، نحزن، يمكن نعيط، علشان نحرر الطفل اللي جوانا من اللي شاله سنين. ودي أول خطوة حقيقية في طريق التشافي، إنك تعترف بوجود الألم، تحترمه، ما ترفضوش، لأن اللي حصل زمان ما كانش ذنبك، لكن اللي هيحصل بعد النهاردة ده في إيدك. الطفل ده كبر، بس مش بمعنى إنه كبر في السن، كبر يعني يتعلم يخاف يطلب، يخاف يعبر، يخاف يبكي، يخاف يقول لأ. وعلشان كده بقيت بتعافر في العلاقات، بتخاف تترفض، بتسكت بدل ما تطلب، بتضحك علشان ما تبكيش، وبتلبس وش البالغ بس جواك لسه طفل بيصرخ: أنا تعبت، حد يسمعني، حد يصدقني. ساعات تحس إنك غاضب من لا شيء، مش عارف انت زعلان من ايه، او حساس بشكل مبالغ فيه، اقل كلمة تأثر عليك، او بتحس انك مش كفاية، مش محبوب، مش مرغوب. كل ده مش غلطك، دي جروح ما التأمتش، مشاعر كانت كبيرة عليك وقتها، مفيش حد شرحها لك، مفيش حضن استقبلك وانت ضعيف، فكبرت وانت فاكر ان ضعفك ده خطيئة، وانك لازم تبقى مثالي عشان تتحب. بس دي مش حقيقة. الحقيقة انت كنت محتاج بس حد يحتويك، مش يصلحك. جرح الطفل مش بيأثر بس على القلب، بيأثر على كل حاجة، على اختياراتك، على صوتك الداخلي، على جرأتك انك تحلم، على موهبتك. لان الموهبة مش حاجة ميكانيكية، الموهبة محتاجة بيئة آمنة، زي ما اتكلمت معاكم في الحلقة اللي فاتت. والطفل اللي جواك هو اللي بيمسك أول فرشة، هو اللي بيكتب أول سطر، هو اللي بيحلم ويتخيل. بس لما الطفل ده يبقى خايف هيفضل يحبس نفسه، ولو انت ما سمعتوش الموهبة عمرها ما هتطلع. هتفضل حاسس انك مش مبدع، او انك ما عندكش حاجة مميزة. بس الحقيقة انك بس محتاج تمد ايدك لطفلك الداخلي وتقوله: انا شايفك ومستعد ابدأ معاك من الاول. دلوقتي هنعمل مع بعض تأمل اسمه تأمل شفاء الطفل الداخلي. كل اللي مطلوب منك انك تكون في مكان هادي مريح، تقدر تسمح لجسمك وكل عضلات جسمك انه يسترخي. دلوقتي
هنعمل تمرينات نفس بسيطة. نفس عميق واقفل عينك واسترخي. نفس عميق واسترخي. مرة كمان، نفس عميق واسترخي أكتر. نفس عميق وحس بكل عضلة في جسمك بتسترخي أكتر. تخيل طريق طويل مليان نور، وفي آخر الطريق ده فيه سلم مضيء بيطلع على السما. سلم كهربائي مش محتاج أي مجهود، مجرد إنك تخطي عليه أول خطوة هيطلعك للفضاء. اقف على السلم، على أول درجة من السلم، هتلاقيه طلع بيك زي السلم الكهربائي لحد الفضاء. دلوقتي تخيل إنك طاير في الفضاء، حواليك كواكب، نجوم، سحب بتلمع، مجرات بتتحرك. الجو هادي، مفيش ولا صوت، بس فيه سلام غريب وراحة. فجأة تلمح من بعيد طفل صغير واقف لوحده كده على كوكب صغير، واقف ساكت، شكله حزين، أو يمكن من غير تعبيرات، بس في إحساس ناقص جواه. الطفل ده انت. قرب له بهدوء، خطوة بخطوة، لحد ما توصل وتقف قدامه. بصله في عينه وقوله أنا آسف إني صدقت كلامهم وسكت. آسف على كل مرة حسيت إنك مش كفاية أو إنك عبء. أنا آسف إني اتأخرت. آسف إني سبتك لوحدك. احكيلي، ارسم تاني، غني تاني، وأنا هسمعك. قوله أنا بحبك مش علشان ناجح، أنا بحبك علشان أنت. حتى لو غلطت، حتى لو خفت، حتى لو لسه بتتعلم، أنا معاك. ولما تكون معايا تقدر تطير. أنا آسف إني سمحتلك تتأثر بكل ده، بس من النهاردة مش هسيبك تاني. حسسه إنك دلوقتي هنا، إنك شايفه وسامعه ومؤمن بيه. قوله كل الكلام اللي جواك. دلوقتي شوف الابتسامة وهي بترجع على وش الطفل. حس بالنور اللي بينور من عينه. حس بإنه سامحك وإنه مستعد يبتدي معاك من الأول وجديد. دلوقتي هنعمل تمارين التنفس العميق. شهيق على 5 عدات، وهنمسك النفس 5 عدات، وزفير 5 عدات. 1 2 3 4 5. امسك النفس 2 3 4 5. زفير 2 3 4 5. تاني شهيق 2 3 4 5. امسك النفس 2 3 4
5. زفير 2 3 4 5. آخر مرة. شهيق 2 3 4 5. امسك النفس 2 3 4 5. زفير 2 3 4 5. دلوقتي تقدر تفتح عينيك. لو قدرت توصل لطفلك الداخلي، الموهبة هتجيلك لوحدها، لأن الطفل هو اللي بيحلم. لو انت حضنته هتسمع صوتك الحقيقي، وهتفتكر انك مكنتش محتاج تبقى كفاية، كنت بس محتاج تحب نفسك وانت لسه بتحاول.